رمضان يعني كنافة. تعالوا بقى اقول لكم على احلى طريقة للكنافة بالمانجا، منعشة كده وحلوة قوي، تتاكل بعد الفطار، والكريمة بتاعتها كده داخلة في الكنافة فمديها طعم حلو قوي. كمان هقول لك ازاي تحمري الكنافة في الفرن مش على البوتاجاز عشان ما تاخدش مننا وقت كتير، هتاخد لون حلو وموحد، وكمان بتاخد نسبة دهون اقل في الفرن عن لما بتسووها على البوتاجاز. تابعوا الوصفة للاخر، يلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجه انا عندي 400 جرام من الكنافه، يعني تقريبا قريب من نص كيلو. الكميه دي عملت بيها طاجنين صغيرين، ممكن تعملوا بيها طاجن كبير. ضفت عليه 3 معالق كبيره من السكر البودر وكوبايه الا ربع من السمنه. هقلبهم كده الاول بالمعلقه وبعدين افركهم بايدي كويس جدا لحد الكنافه ما تتغلف بالسمنه. في الوقت ده بقى انا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هجيب بقى الصينيه بتاعه الفرن واحط فيها كل كميه الكنافه وافردها كويس جدا. انا بفردها كويس عشان تاخد تسويه متساويه وتاخد حراره الفرن. هدخلها بقى فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 180، الرف وسط. كل شوية كده من وقت للتاني هقعد اقلب فيها عشان تاخد لون موحد. ما تحاولوش تعلوا عليها النار عشان ما تتحرقش من تحت، وكمان لازم تبصوا عليها كل شوية. بصوا هنا اخدت اللون حلو ازاي، عايزه اقول لكم بتفضل مقرمشة جدا لوقت طويل قوي. الحاجة الوحيدة اللي بتطري الكنافة هو اننا نحط عليها كريمة، لكن لو ما حطيتوش عليها كريمة بتفضل مقرمشة. 400 جرام كنافة اخدوا تقريبا كوباية من الكريم شانتيه، وحطيت سكر بودر حسب الرغبة، شوية مية متلجين تقريبا قد نص كوباية، وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي. انا عايزاه ياخد قوام تقيل شوية، وبعدين هنزل عليه بعصير مانجا مضروب بالسكر من غير مية، وهرجع اضربهم تاني لحد ما يوصل للقوام ده. انا عايزة الكريمة تكون متماسكة كده شوية، ما تبقاش سايلة، لان الكريمة لو كانت سايلة هتطري الكنافة معايا جدا. ضفت بقى اول لاير من الكنافة، وبعدين ضفت اللاير التانية من الكريمة بتاعة المانجا. حاولوا وزعوها بالكيس عشان لو وزعتوها بالمعلقة هتاخد الكنافة وهتتحرك فمش هتريحكم ابدا في التوزيع. فانا في الاول كده بوزعها بالكيس، وبعد كده باخد السباتولا واوزعها واحدة واحدة قوي عشان ما احركش الكنافة. بعد ما عملت بقى طبقة من الكريمة هحط طبقة كمان من الكنافة، وبعدين هحط طبقة كمان من الكريمة بنفس التكنيك اللي احنا عملناه. وبعد ما وزعت طبقتين من الكنافة على طبقتين من الكريمة، عندي هنا مانجا مكعبات فروزن انا كنت مفرزاها في موسم المانجا، بطلعها تفك بس في درجة حرارة المطبخ وبعدين بستخدمها على طول. هحط منها بقى كمية حلوة كده عشان تدي للطاجن طعم. مهم قوي ان المانجا تكون مسكرة وطعمها حلو. زينتها بقى باي حاجة لونها اخضر عشان تكسر اللون ده شوية، وهتحطوها في التلاجة كده ساعة عشان تندمج مع بعض، وهتاكلوها بألف هنا وشفا. انا كده خلصت الوصفة، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامة.